الأخ كاظم يقول أن نحن مجموعة نقف عند محل من المحلات، يجون جماعة وهؤلاء يسبون الشيخ الوائلي، يسبون العلماء، يسبون بعض الخطباء، ويحملون بعض الرؤى والأفكار على أن هؤلاء منحرفون، هؤلاء مقصرون في المذهب، هؤلاء غير متدينون. على أي حال أكو الآن قنوات وأكو شبكات من أوروبا وغير أوروبا، أشخاص يبثون هذه الأفكار، وأنه تعالوا أنه ذول سبوهم وتبرؤوا منهم ولعنوهم. هل هذا جائز أو لا؟ في الواقع أنا خل أقول كلمة، وهي أنا هم راح أتعرض طبعا، بس هاي حكايتي لما توصل إلهم راحوا أنا هم ينزلون علي وعلى حال يسقطون بي، مو مهم، خل أقول حكاية أنا مهمة. الكلمة اللي أقولها في هذا المجال، إخواني إحنا الآن مشكلتنا، وقلتها في بداية الحلقة، من الابتلاءات اللي إحنا ابتلينا بيها أنه أشخاص يجون عندهم أفكار. هاي الأفكار من وين جايبيها؟ شلون مستفيدين من عندها؟ شلون واصلين إلها؟ هل واقعا هم دارسين بشكل صحيح؟ يعرفون الأحاديث بشكل دقيق؟ يعرفون يفسرون القرآن بشكل على حال متقن؟ ناس على حال ما عندنا معلومة عن شنو؟ عن تاريخهم العلمي، ما ندري وين دارسين وشلون دارسين. عندهم أفكار، هاي الأفكار يطرحوها، مسوين قنوات ويطرحوها، يطرحون أفكارهم. هاي الأفكار شنو بيها؟ سليمة مو سليمة مو مهم، هم عنده فكرة يقول هاي فكرتي، اللي يوافقني على هالفكرة هو مؤمن متدين متقي خوش رجال، واللي ما يؤمن بفكرتي هذا فاسق فاجر بتري وما أدري منحرف، ويجوز لعنة ويجوز سبه. يعني صار بعض الأشخاص يتصورون أن أفكارهم هي الحق وغير أفكارهم هو الباطل. هيك صاير. وغريب يوم اللي أنا كنت أشوف بعض هؤلاء يسأله شنو رأيك بفلان؟ شوف بعض الناس عجيب، يعني طب منو هذا حتى يقول رأيه بفلان؟ منو هذا؟ هذا منو؟ شنو رأيك بالسيد الخوئي أعلى الله مقامه؟ شنو رأيك بالسيد الشهيد محمد الصدر؟ وذاك قاعد هذا مو زين وهذا زين، وهذا فاسق وهذا فاجر، وهذا متقي وهذا. منو أنت؟ أنت من حتى تقسم الأمور إلى الآخرين أن هذا صالح وهذا طالح وهذا مقصر وهذا مؤمن؟ شنو هذا الكلام؟ إحنا مشكلتنا أنه نستمع إلى هؤلاء ونعتبر أن هؤلاء مقياس حق، وهذا غلط. هذه مخاطر الآن. يعني أكو هالشيء، خلي أقول أكو فكر داعشي شيعي، فكر داعشي شيعي. الدواعش يقولون اللي يمشون على طريقتنا منهاج المدري إيش هذا ويانا، وإلا ذبح وإلا نذبح، هالشيء نكفر، هؤلاء كفار، هؤلاء كذا، يسبون بناتنا ونسائنا وانتهى. دواعش. هؤلاء الدواعش الشيعة نفس الشيء. دواعش الشيعة شو يقولون؟ اللي يؤمن بفكرتي واللي أنا أقوله خوش رجال وزين، واللي ما يؤمن بفكرتي حتى لو مرجع، يعني أنا يعني واحد من عندهم جدا سخيف وجدا سفيه في كلماته وسب وشتم للمراجع والعلماء. هذا كله فكر خطير، فكر داعشي شيعي خطير. ونحن لابد، واقع هذا، لابد أن نلتزم بطريقة أهل البيت صلى الله عليه وسلم، طريقة أهل البيت التي في الواقع لا يمكن لها أن تسمح لنا أن نكفر مؤمنا، نكفر خادما لأهل البيت ورفع اسم الحسين ومعالم أهل البيت وأفكاره، تاريخ الأئمة صلى الله عليه وسلم طول حياته، أن نجي نسفه فيه ونسخف فيه. هذا مخاطر إخواني. ولذلك على أي حال الاستماع إليهم والتأثر منهم شيء على أي حال فيه من المخاطر العظيمة. دواعش على أي حال يسموهم دواعش الشيعة. طبعا راح يهاجموني الآن ما شاء الله، راح تشوفون يسوون حلقات على رشيد الحسيني وضلالات الرشيد الحسيني. على أي حال هذه معركة، هي معركة بيننا وبينهم. وطبيعي
طبيعي لابد الإنسان أن يبين ما تملي عليه مواقف الشرعية وفتاوى الفقهاء والمراجع الدين. إحنا في الواقع في زمن الغيبة منو حجتنا إخواني؟ حجتنا فلان وعلان؟ لو حجتنا ما أمر به صاحب العصر والزمان. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. نرجع إلى فقهائنا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هسه أنت تجي تدخل في أن تفسير هذه الآية شلون كذا، أنا أعرف تفسيرها شنو، ولكن عموما نحن نرجع العوام إلى من؟ إلى أهل العلم، أهل التقوى والعدالة، لا أنه نرجعهم إلى بعض الذين يأخذون من هنا ويكفرون أو يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. زين.